حضرتك احنا موقفنا ايه من ماتش سيراميكا القادم؟ يعني لو سمحتوا انا برد بقول احنا بنعمل اللي فيه مصلحه النادي بس. اكتر من كده مفيش حاجه خالص. فاحنا شايفين مصلحه النادي دلوقتي ان احنا يعني هنلعب المباراه 24 دلوقتي، مفيش مشكله عندنا، والامور ابتدت تتحل كلها لصالح النادي. زي ما وقفنا ودعمنا النادي وقدرنا نقف قدام الناس كلها وابتدت المنظومه تتغير. فاللي احنا عايزينه مش ان احنا ما بنلعبش، لا، اللي عايزينه ان المنظومه تبقى فيها تكافؤ فرص. ودلوقتي ابتدى يتم، ادي اتحاد الكره بيحقق مع الحكام وعامر حسين مش موجود وكل حاجه مظبوطه. تمام. فابتدوا يتحركوا، لولا اللي احنا عملناه ما كانش الامور هتتحرك. بقالنا 20 سنه مش موجود الكلام ده خالص. فالحمد لله ان ربنا اكرمنا وقدرنا نقف وقفه هزت الوسط الرياضي كله وزي الفل. يعني يا كابتن حسين كده يعني طلبات الزمالك هيتنفذ قبل ما نخوض المباراه ان شاء الله؟ اللي ايه يا فندم؟ اللي هي الاربع مطالب اللي الزمالك طلب بيهم اللي هم ايه يا فندم؟ نعم. اللي هم ايه؟ الاربع مطالب اللي نزلوا في البيان، اللي هم ايه؟ طيب ما انت قولهم. اللي هو كده جدول الدوري لحد نهايه الموسم ما هو وكل نزل جدول اه الدوري جدول دلوقتي الدوري كده نزل. تمام. وكل فرقه تلعب الدور الاول، بعد كده الزمالك يلعب. لا، الدور الاول مش هينفع، عمليا مش هينفع، هيبوظ الدنيا كلها. فاحنا اخدنا ثلاثه من الاربعه، واخدنا الاحسن منهم كمان، ان احنا هنبقى مشتركين في وضع النظام المسابقه الجديد. ولا عامر حسين يألف ولا اي حد، احنا اللي هنحط الجداول. واحنا مش احنا كنادي الزمالك، انما بقى الرابطه ما تحطش الجدول. لازم احنا اللي نتفق كأندية على الجداول. فاخدنا كل الحقوق اكتر مما كنا عايزين، ما يعني عدا طرف واحد. كده يتم اقاله عمرو حسين ورئيس لجنه الحكام. يا عمي لو بصيت على الجوابات، اخر 3 جوابات ما فيش حاجه اسمها عامر حسين، فمش هيتم. هو مش موجود اصلا. حضرتك احنا كده هنلعب ماتش سيراميكا، ما لعبناش ليه ماتش الاهلي؟ طب ما هو يعني لو ما كناش عملنا كده ما كناش وصلنا لكده. انت عايز نبقى احنا كل سنه مضغوطين ونقعد نصوت ونعمل، ولا الدنيا تتظبط مره واحده؟ ده تتظبط مره واحده. زي الفل. يبقى توكل على الله وقول برافو عليكم. شكرا لحضرتك يا كابتن حسين. تحت امرك. مع الف سلامه، مع الف سلامه.